بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة مع بعض فيديو خفيف جدا. أنا بوريكم إن أنا طبعا من الصبح بدري غسلت المواعين بتاعتي، ودلوقتي هنعمل الوصفة بتاعتنا. وصفة سهلة جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الوصفة بقى نصلي على الحبيب تحط لنا لايك كده من ايدك الحلوة، وكمان كومنت جميل تقولي لي رأيك ايه في الفيديو. وهنبدأ الوصفة بتاعتنا. معايا نص كيلو رز بلدي مصري عادي. انا نقعاه من نص ساعة لساعة حسب ما وقتك يسمح. ومعايا 3 معالق سمنة بلدي، ومعايا 3 معالق ل4 معالق قشطة. بس القشطة بتاعتي انا مطلعاها من الفريزر مجمدة. بس مفيش مشكلة، هي هتفك معانا وهتبقى زي الفل. معايا كيلو ونص حليب. طبعًا أنتم عرفتوا من المكونات بتاعتنا النهارده إحنا هنعمل الرز المعمّر. الرز المعمّر السادة، الرز المعمّر على أصوله. آآ ممكن تعمليه في برام، ممكن تعمليه في صينية زي ما أنا هاعمل كده. المتاح عندِك بتعمليه فيه. آمم ده أنا نزّلت الرز بتاعي، بس زي ما قُلت لِك المكونات بتاعته دي الأساسية، ما ينفعش إن أنتِ تغيّريها. لازم قشطة وسمنة بلدي. لو مش موجود سمنة بلدي عادي، لو عندِك زبدة، لو عندِك سمنة نباتي ما فيش مشكلة، لكن بصراحة بتغيّر الطعم. دلوقتي أنا نزّلت الرز بتاعي بعد ما صفّيته من المَيّة، وهانزل بمعلقة ملح صغيّرة أو نُص معلقة ملح كبيرة، عادي ما فيش مشكلة. الرز المعمّر ده سادة ما فيش فيه أي إضافات. آآ ده الأساسي. الرز المعمّر ده الأساس بتاعه، اللي ممكن تعملي فيه بقى تحطّي فيه الإضافات اللي أنتِ عايزاها بعد كده. دلوقتي أنا بانزل بالقشطة بتاعتي، زي ما قُلت لِك هي مجمدة بس مش مشكلة، هتفُك لمّا نحطها في الفرن هتسيح وهتبقى جميلة جدًا. وكمان هانزل بالسمنة. لو عندِك زبدة ما فيش مشكلة بتستعمليها. وهانزل هاقلّبهم مع بعض. لو الحاجة بتاعتِك يعني بدرجة حرارة الغرفة هتسيح وهتندمج في الرز. لكن حتى كمان لو أنتِ مطلّعاه من التلاجة زي الحاجة بتاعتي كده ما فيش مشكلة خالص. آآ إحنا برضه أول ما هنحط اللبن، أنا اللبن معايا كان سخن، فهتلاقيها تبدأ تسيح وهتبقى حلوة جدًا، وكمان هنحطها في الفرن. فطبعًا كده أو كده هتدّينا نفس النتيجة يعني. دلوقتي باساوي الرز بتاعي في الصينية وهانزل عليه بالحليب. هاضيف كمية الحليب اللي عندي، وقبل ما هادخّله الفرن هازوّد حوالي من نُص كوباية لكوباية مَيّة، عشان اللبن لمّا بيغلي اللبن بيعلى وبيفور وطبعًا بيُقع في الفرن وكده، فلمّا بنضيف له مَيّة مش بيغلي بيفور أوي كده. وزي ما أنتم شايفين أنا كمان سِبت بقية الحليب عشان لو احتاج حليب وهو لسه في الفرن بازوّده كمان، وكمان بازوّد معلقتين القشطة اللي باقيين معايا بعد ما اللبن بيغلي. بيدّيني وِش حلو وبيبقى بصراحة بيدّوا له نكهة جميلة جدًا. هادخّله الفرن، الفرن أنا مسخّناه، طبعًا درجة الحرارة عالية جدًا عشان عشان يغلي على طول. أديني زوّدته كمان معلقة وهازوّده زي ما قُلت لكم المعلقتين أول ما يغلي في الفرن. لو وصلتِ معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسينيش بقى في اللايك وكومنت حلو، وتشتركي معايا في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل الفيديوهات اللي بانزّلها جديدة. زي ما أنتم شايفين أنا باقول لِك إن أنا سايبة شوية الحليب دول زي ما قُلت لِك قبل كده عشان هازوّدهم بعد كده. لو لقيت إن هو محتاج منّي إن أنا أزوّده حليب كمان. لو مش محتاج خلاص ما فيش مشكلة مش هازوّده. وتخلّي بالِك بلاش إن أنتِ تزوّدي كمية يعني كبيرة عشان الرز ما يعجنش معاكِ، خلّيه يبقى تبقى الرُزاية بتاعته مستوية لكن مش معجنة. تمام؟ هندخّل المعمّر بتاعنا بقى الفرن زي ما أنتم شايفين، وهاسيبه لغاية ما يطلع معانا بالشكل التحفة ده، وبألف هنا. طبعًا الكاميرا مبخّرة لإن هو سخن لسه فبطلّع بخار، فالبخار جه على الكاميرا. بس بجد والله ريحته تحفة، تحفة وبألف هنا. ده بتحطيه جنب أي خضار، جنب أي أكل عندِك. بجد، بجد يشرّف، وحاجة طعمها حلو جدًا، وتغيير كمان للرز العادي. زي ما أنتِ شايفة الإضاءة والكاميرا كانوا ظالمينه، لإنه كان البخار جاي عليه. زي ما أنتِ شايفة أنا باوريكِ، شايفة هو طالع منه البخار لإنه سخن لسه. شايفة الرُزاية بتاعته مستوية، مش معجنة، هي مستوية وسواها مضبوط بالضبط.
بجد تحفة، تحفة، جرّبيه وهيعجبِك جدًا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، الرز المعمّر بكل بساطة وبطعم ولا أروع في قناة أم طارق وعمايل إيديها، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.